السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في قناتي قناة كوكب النباتات، ونقدم النهاردة نبات جديد، النعناع الفلفلي. النعناع الفلفلي ده بيمتاز ليه فوائد كتيرة صحية، زي ما حضراتكم شايفين. بيساعد في علاج تهيج المعدة، والتقليل من مشكلات عسر الهضم، والتخفيف من أعراض القولون العصبي، والمساعدة في التخلص من الصداع، وتعزيز صحة البشرة، والحفاظ على صحة الفم والأسنان. وهو النعناع يسمى النعناع المائي، وهو ليه خاصية شوية أحسن من أي نعناع تاني، بيمتاز بالفوائد الطبية بتاعته. والنهاردة هنحاول نزرع في الإناء اللي قدام حضراتكم، وأنا أصريت إن أنا أجيب شتلة يكون مجزرة كلها. دي ممكن تشتريها من السوق، تشتريها من أي حد، أو تجيبها من مشتل يكون قريب ليك. ونجيب تربة تكون مخلوطة، نصها رمل ونصها تربة عادية سمرة، ونحاول نزرع ونظبط الشتلة ومظبوطة. يا ريت يكون الإناء يكون واسع، ما يكونش ضيق، عشان النعناع بيبقى أفقي على طول، ما بيبقاش طولي في النمو. وزي ما حضراتكم شايفين كده، احنا ثبتنا الشتل الكلية المجزرة. أهم حاجة إن هو مجزرة عشان تشتغل على طول في التربة. ونثبت الشتلة طبعا أهو، ويكون الإناء كبير وعريض، ما يكونش رفيع. لو حضراتكم شايفين الشتلة كلها لها جذور اهي، عشان النمو يشتغل على طول. زعو اتفضلوا. وبعد كده هنسقي مية بغزارة. وجود النعناع الفلفلي في البيت ده يعتبر صيدلية في البيت، مفيش بيت يستغنى عنه نهائي. ويا ريت احنا كلنا نزرعه، لان هو كلنا هنزرعه مرة واحدة، وبعد كده هيبقى عندنا نعناع مجاني على طول. وكفاية ريحته وفوايده، وهو شكله اصلا، يعني شكل النعناع ده يرد الروح، وشكله بيريح النفس. وانا بجهز الشتلات زي ما انتوا حضراتكم شايفين. ونحاول ان احنا النعناع ما بيعوز تكاليف في الرعاية. يعني ممكن نزرعه ببلكونة، ممكن نزرعه على السطح، ما بيعوز تكاليف ولا يعني، ما فيش غير المية بس. اديله مية وشمس، يحب الشمس ويحب المية. يروى كل يومين حسب الحرارة، اذا كنا في شتاء او اذا كنا في صيف. واذا كان اي اسمدة خفيفة ممكن، او ما فيش هيمشي. لان النعناع انا مش ما بطلبش اسمدة يعني ولا حاجة، وهو ما بيمرضش، يعني هو مقاوم للأمراض، وهو يعني نبات خفيف. يا ريت بعد ما نخلص شتلة النعناع نحاول نزود طبقة بسيطة من التربة، لأن الجذور بتشتغل تحت التربة دي، وتحاول تعمل جذور صغيرة عشان تطلع مع الشمس. ساعة ما تشم الشمس بعد بعد المية دي، بتحاول إن هي بقى تطلع الجذور الصغيرة والعقل الصغيرة دي كلها في الشتل. ونسقي بمية، ونحاول نسقي بغزارة في أول رية زي ما انتوا حضراتكم شايفين. لازم الإناء يمتلي مية خالص، عشان نضمن إن التربة كلها وصلها مية بغزارة. وإن شاء الله بعد كده ممكن نسقي بعد يومين سقيان بسيط، يعني حاجة بسيطة خالص، بحيث إن النبات نوصل معاه في أثناء التنبيت بس، يعني حاجة بسيطة، بحيث إن النبات يستمر معانا في الإنبات بالراحة. يعني ما نسيبش الشمس تحرق النبات، لا، نديله بس حاجة بسيطة بحيث ان هو يستمر معانا في الانبات. زي ما حضراتكم شايفين المية انا براوي بغزارة اهو. وان شاء الله يعني مسافة ما فيش اسبوع واحد، والشتلات دي كلها هتدوق، الشتلات دي كلها هتخلف وهتكسر، وهتعمل اكسار في المكان كله. وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك والتفاعل مع القناة في الردود وفي كل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله.